الحامل 20 سنة الله يعافيك. معلش أنا متوترة شوي بس أهدى. اهدي 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 انت والعلامة حقتك الحمراء ذي اللي حطيتيها من غير. فأنا يا شيخ أتحلم بحياة سودة كثير، اللي تعضني في يدي واللي تعضني في رجلي، أو داب أبيض يعضني في رجلي. بس من ضمن الأحلام اللي أنا تحلمت فيها وما أنساها وما يقلقني من يوم شفته، كأني في بيت خوالي القديم، وكأني متكي على يدي اليسار، وأنا متكية كذا كأن عندي قطو ملون أبيض مع أسود، ولما انتبهت كأني متكية كأن تحتي داب أسود، يعني في داب متحلق وأنا متكية في نص العطفة حقته. فلما انتبهت سحبت نفسي بشويش أبي أروح أجيب عصا عشان أذبحه. لما طلعت ورجعت لقيته طالع من الغرفة اللي كان فيها ومتعلق على اللهم صل على محمد الأسلاك حقت الكهرباء، وكأنه صار طويل وله زي الهدب زي ال44 هذه اللي تجيك زي الشعيرات. وكأني أوريه أخوي كان جالس في الحوش ومعطيني وجهه، وأقول شفت الداب؟ قال إيه أشوفه وأنا في العزبة اللي هو يقصدها وهو يشوفه فيها في مكان ثاني مو في نفس المنطقة. المهم فرحت أنا أمشي للمطبخ شوي، وأنا أمشي للمطبخ اللي فيه ثنتين وراي من شرق آسيا وماسكين الداب وكأنه يفتح فمه بقوة، وأنا جيت بساعدهم، التفيت عليهم أبي أساعدهم، اللي هو اللهم صل على محمد مسكته بيدي وأبي أضغطه ويفتح فمه بقوة يفتح، أنا أحاول إني أضغط فمه وهو يفتح فمه بقوة يفتحها. المهم عضني مع رقبتي من يمين، عضني بقوة يعني كأنه يعضني من قلب، كأنه بيطلع كل سمه فيني، يعني كأن يستجمع قوة يطلع بقوة عضة عنده. أنا ما حسيت بالألم وقمت من الحلم. متى كان؟ والله له فترة يا شيخ، يمكن العام أو قبله فترة، والله ما أذكر بالضبط. أنت على رقية من زمان؟ إيه. صار في حمل وإسقاط ولا ما في حمل أصلا؟ أنا ما عندي حمل، سويت أنابيب مرتين. المرة الأولى ما جاء في نبض في الجنين. المرة الثانية لما نسحبوا البويضات قالوا أساسا غير ناضجة. الزوج سليم؟ عنده الحيوانات المنوية كويسة بالملايين ولا في عنده مشكلة؟ عنده مشكلة شوي. أقل من 10 مليون؟ ما أعرف بالأرقام بس في نقص وفي تشوهات عنده في الحيوانات. هم في العادة يقولون تشوهات في الحيوانات المنوية وما وصلت بالملايين، المفروض أنها تتجاوز أظن 10 مليون أو أكثر. نعم. في قالوا في تشوهات بالحيوانات المنوية وصار عنده زي الأمور هذه، وبعدين يبدأ يزود وزن الرجال أحيانا، في الغالب بعضهم يزود وزنه. أي صحيح. الرقية مو بس لك أنت، المفترض أنه هو يرقي كذلك. يا شيخ هو لما أرقي الحين الفترة الحالية أرقي وأعطيه موية يرفض يشرب منها، اللهم اللي يغسل وجهه أو أرش عليه بس. وين بيتكم عشان أجي أسقيها أنا؟ في الرياض. في الرياض؟ يلا خلاص إن شاء الله بكون في الرياض وأروح أجيب له موية وأقابله عند الباب أقول اشرب الله لا يهينك. أنا أستغرب صراحة، لا تزعلون مني معشر الرجال اللي قاعدين يسمعوني الحين. أنا أستغرب من الرجال اللي لا والله لا يرقي ولا يقرأ على زوجته ولا يقرأ على نفسه ولا يقرأ على حتى على مويته هو. قليل جدا الآن. أغلب الناس صار يقول كل شيء عين وعين ومدري ايش، يعني ما هو مقتنع فيها. أي. في القرآن عن السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واحد. تبون الحسد؟ ود كثير من أهل شكرا يا سبحان الله، ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. تبون العين؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ايش تبون؟ تبون المس؟ لا يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وش نبغى نقول طيب؟ كل شيء في القرآن. اللي ينكره غلطان، لأنه معناته لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كفر بشيء من القرآن فقد كفر بالقرآن. لا نكفر بشيء ولا نؤمن بشيء، لازم نؤمن بكامل. أبعطيك الزبدة. الحلم هذا اللي أنت قلتيه هذا دليل على وقوع أذى اللي فيكم أنتم، ترى مو هو بلا نقص ولا عندكم مشاكل ولا تحتاجون لا أنابيب ولا تحتاجون شيء أبدا. تحتاجون انكم تستعينون بالله سبحانه وتعالى وترقون رقية بسيطة جدا وميسرة حتى تشفون. وأنا أتوقع والله أعلى وأعلم لو صملتوا صح ربما شهر شهرين بالكثير وأنت حامل بإذن المولى سبحانه وتعالى ولا راح يجيكم شيء. خليني أقول لك المفروض أن تسوون. تجيبون زيت زيتون وتقرؤون عليه الفاتحة وعليه الآيات اللي ذكرتهم دائما أذكرهم، خاصة سورة الزلزلة، ثم الآية 5 في سورة الحج
وترى الارض هامده فاذا انزلنا الماء عليها اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. هذه ضروريه جدا. بعدين تقرؤون برضو في سوره الحج اعتقد ونقر في الارحام ما نشاء، وتقرؤون في سوره ال عمران الايه 3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا تسلسل بعدين طبعا نسيتها خلاص ولا انا عارفها. في سوره ال عمران رقم 3 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقرؤونها وتنفثون على الزيت، بعدين تسخنونه تحطونه على ذاب الميكرويف او بتاع يسخن نوعا ما، بعدين انت والزوج سوا مع بعض، انت وياه تدهنون العمود الفقري نزولا من منابت الشعر حتى اسفل الظهر، انت وياه سوا، وتدهنين انت منطقه الارحام والبطن والسره بالزيت. تستمر على هذا الحال بمشيئه المولى سبحانه وتعالى اللي ما تنام عينه، مع شرب الزيت لمده 10 ليالي قبل وجبه العشاء او الغداء الوجبه الرئيسيه، ملعقه او ملعقتين. انت سجلت الشاشه ولا بس قاعده تتفرجين؟ سجلت يا شيخ. يا ويلك من الله لو ما سجلتي. لا سجلت والله سجلت. احسنتي. ملعقه او ملعقتين من زيت الزيتون اللي عليه الرقيه، يكون جديد تو طازه، وتقرون عليه، بعدين تحافظون على شرب الزيت لمده 10 ليالي قبل وجبه العشاء بنص ساعه، وتستمرون مع دهن العمود الفقري من منابت الشعر حتى اسفل الظهر، كذلك نزولا من فوق لتحت. بالطريقه هذه لا ترجعون، تفركون المنطقه هذه، تحطون الزيت في المنطقه دي، بعدين انت تسوي له ويسوي لك نفس الشيء، نفس طريقه المساج، نزول بشويش مع ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اغلب الناس ما يدري ان البسمله رقيه. ركعت كل شياطين الارض كلهم لنبينا سليمان بكلمه واحده، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك تقولين بسم الله الرحمن الرحيم وتدهنون، وباذن الله الرؤيه اللي شفتيها هذه مبشره، لانه في سوء يذهب. نعم باذن الله. طيب يا شيخ الله يعافيك ويسعدك، انا يعني مع الرقيه لما ارقي وكذا اكون واعيه واسمع نفسي وانا اتكلم مع الشيخ او كذا، فهل هذا عادي؟ عيدي علي. إذا يعني يرقي علي شيخ أو كذا أكون أتكلم، العارض يتكلم وكذا، أكون واعية فيهم وأعرف 90% حديث نفس وقلق داخلي، والقرين طبعا أو الشيطان اللي موجود مع الإنسان يخليه ينطق، وهو أصلا اللي ينطق ويتكلم ويقول أشياء كثيرة ويتجاوب مع الراقي في الغالب ما يعرف، طيب ما يعرف اللي حصل. فإذا صار يعرف اللي حصل وقاعد ومجرد الراقي يقول له أنت مين؟ قلتي فلانة، على طول تتحولين. هذا دليل على انه اضطراب داخلي فقط، ما في شيء ان شاء الله. طيب يا شيخ الله يعافيك ويسعدك، بس دقيقة من وقتك، إذا تحلمت إني أحفر في مكان وأطلع من حاجة، هل هذا يعني إني لازم أحفر في نفس المكان؟ إذا كنت المكان هذا معروف احفري وتلاقي شيء طلعيه، إذا كان غير معروف فهذا دليل على أنه في شيء يخرج بإذن الله. طيب هو نفس المكان أنا تحلمت فيه إنه يطلع منه داب أسود كبير مرة. احفري بنفس المكان هذا إذا كان معلوم. طيب ممكن رؤية أخيرة الله يسعدك، في أخوي مريضة نفسي والله عاد انت وذمت تشوفين احنا طولنا نفسي ولا لا؟ ورب الكعبه انه مريض نفسي، وتحلمت فيه رؤيا في اليومين اللي انا عارف. شوفي اسمعي، انا جاوبتك الحين وطولت انا وانت، معلش، لانه والله في ناس يبغون يدخلون، وانا والله ما ودي اطلع احد منكم، لكن في ناس يبغون يدخلون وجاوبتك. ان شاء الله المره الثانيه تدخلين معي دام.